إن جميع دول العالم تعاني من ويلات الإرهاب. مصر هي الهدف الأعظم للإرهاب، حيث يطلقون عليها الجائزة الكبرى، ولكننا قادرون على التصدي لهذا الإرهاب. أدانت دول العالم أجمع العملية الإرهابية الأخيرة، ولكن هناك يظل العديد من التساؤلات التي ظهرت بعد هاتين الحادثتين بمدينتي طنطا والاسكندريه. نقاط كثيره سوف تطرح للنقاش مع سياده اللواء عصام عمران الخبير الامني. مساء الخير سياده اللواء. مساء الخير لحضرتك والساده المشاهدين. اسمحي لي بدايه اتفضل. نتقدم بخالص العزاء لاسر شهداء الوطن نتيجه العمليات الارهابيه الغادره. بالتاكيد، ربنا يتقبل اللهم امين. اعزائنا يا رب. سياده اللواء، خلينا في البدايه نشرح بس الاول ما معنى تطبيق حاله الطوارئ. هي حاله الطوارئ وفقا للماده 154 من الدستور المصري سنه 2014 اللي هو تم الاستفتاء عليه اخيرا. اجازت للسيد رئيس الجمهوريه ان اعلان حاله الطوارئ عندما يستشعر بوجود خطر داهم او اي شيء يهدد الامن القومي للبلاد، ويعرض هذا الامر على مجلس الوزراء، وبعد موافقه مجلس الوزراء يتم عرض رفع حاله الطوارئ على مجلس النواب، وتكون مده محدده لا تتجاوز 3 اشهر، واقصى حاجه مرتين، يعني 3 اشهر في 3 اشهر. مجلس الشعب في اول مرحله في المره الثانيه لا تقرر الا بعد موافقه ثلثي. اول مره 50 الاغلبيه البسيطه 50 زائد واحد. المره الثانيه لازم ثلثين مجلس الشعب. ثلثين مجلس الشعب او الموافقه. تمام. تمام. طبعا حاله الطوارئ عشان برضو نفهم الساده المشاهدين بتستدعي، هو الدستور عامه بيدي بعض الحريات او بيدي حريات للمواطن في انتقاله، في معيشته، في التعبير عن رايه. في حاله الطوارئ بيتم اقرار بتحق للسيد رئيس الجمهوريه او من يفوضه بتقليص هذه الحريات للصالح العام، لصالح الامن القومي. من على سبيل المثال سحب الاسلحه المرخصه من بعض اللي صادر لهم ترخيص اسلحه، حظر التجوال في بعض، وتحديد اماكن او اوقات معينه ان ممكن المواطن يتجول فيها او يمنع انه يتجول فيها. ايضا يحق برضه لمن يفوض رئيس الجمهوريه بمنع الاقامه في بعض المناطق، عزل بعض المناطق عن الاقامه، تحديد وسائل النقل، امتدادها، امتى بدايتها ونهايتها. اشياء كثيره جدا بحيث ان يعني تطلق يد الجهات الامنيه للاتجاه لاعداء الوطن اللي هي قوى الشر اللي كان الرئيس دايما بيتكلم عنه. ولكن كل ذلك بيتيح درجه من المرونه مع التعامل معه، مع التعامل، كل ذلك تحت في اطار القانون وتحت رقابه النيابه. طبعا اي اخطاء بيبقى للنيابه، والاهم من كده ان هو بيشكل اللي هي محاكم امن الدوله طوارئ. بتبقى دايره موجوده في كل محكمه. دي محاكم برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين ليست عسكريه، هي محاكم مدنيه عاديه بتكون في كل دايره موجود فيها، بس يعني ليها مميزات انها بتنجز بسرعه، وان الاحكام اللي تصدر منها غير قابله للطعن. ليها طريقه واحده اللي هو اذا كان في تظلم للسيد رئيس الجمهوريه، لكن غير قابله للطعن التقليدي في قانون الاجراءات. احنا بنعاني من تباطؤ اجراءات التقاضي نظرا لانه حتى الان لم يتم تغيير قانون الاجراءات الجنائيه المصري. احكامها بتبقى نهائيه نهائيه وناجزه، ولا يجوز الطعن فيها. ليها تظلم بس من السيد رئيس الجمهوريه، بتقدم للسيد رئيس الجمهوريه، للرئيس، وله ان يقر وله ان يرفض. تمام. عايزين نتكلم عن المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب والتطرف. التصور له ايه يعني؟ هو حتى الان لم يتم تشكيله بشكل رسمي، بس حسب ما ورد من يعني انا عرفته شخصيا ان طبعا هيبقى ممثل من السيد وزير الداخليه والسيد وزير الدفاع، الجهات الامنيه زي المخابرات العامه، الامن القومي، المخابرات الحربيه، بالاضافه الى لجان هتعمل في هذا النطاق. وانا اتمنى من خلال، يعني اتمنى طبعا، احنا كلنا جادين وكلنا مدركين ان مصر في حرب ضروس، حرب يعني بتموله جهات واجهزه مخابرات عالميه، وكلنا عارفين الكلام ده، والسيد الرئيس اعلن وكل الناس عارفه الكلام ده. لسه يعني من 3 ايام تحديدا الطياره اللي هي كانت محمله، الطياره القطريه اللي كانت محمله باسلحه وتم اسقاطها في ليبيا. دي كانت رايحه فين؟ تخيلي حضرتك طياره فيها معدات واسلحه كانت رايحه ليبيا محمله بالاسلحه. ما دي هتروح فين بعد كده؟ السؤال الاهم، هتروح فين بعد كده؟ فهذا المجلس يجب أن يكون فيه خبراء من علماء الاجتماع، علماء النفس،
خبراء بالاقتصاد، المجلس الاعلى للجامعات، الازهر، الكنيسه. ويا ريت يا ريت يكون في بعض الخبرات الامنيه اللي وزاره الداخليه فقدتها فعلا في الفتره الاخيره. يعني الامن هو ليس هو علم بيدرس زي ما حضرتك، طبعا هو علم بجانب الى خبرات تراكميه. الخبرات التراكميه دي بتيجي نتيجه الاحتكاك والممارسه وكوادر تكون موجوده. خلينا نعترف ان الداخليه فقدت كوادر كثيره جدا خصوصا في مجال المعلومات. فانا اتمنى ان هذه اللجان تعمل وهتعمل لاستراتيجيات طويله المدى وقصيره المدى. تحط حد. النهارده لما اجي اسمع ان 28 شخص من هنا متهمين في العمليات الارهابيه الاخيره، ده لازم يكون له مدلول. ايه هناك في مشكله غير البطاله وغير في مشكله، لازم يتم دراسه هذا الموقف تماما. لما اجي اقول ان في عندي بيحصل عمليات ارهابيه وزرع عبوات ناسفه في سيناء، وكل يوم عندنا شهيد بسبب هذه العمليه، زرع عبوه بيفجرها بالموت او بيفجرها بموبايل. ليه انا ما اخليش انادي اساتذه الجامعه وخصوصا الكليات العمليه عندنا ان البحث العلمي يتجه الى هذا الاسلوب، يشوفوا ايه اللي ممكن يتعمل. كانت في كاميرات، انا اعلم تماما، كانت بتكشف عن المفرقعات عن بعد، عن المفرقعات مش المعادن. بس للاسف كانت يعني لازم الحزام الناسف او يبقى وزن لوزن معين، ممكن لازم يكون اكتر من 20 كيلو. احنا ممكن نجيب حاجه زي كده ونطورها، وعندنا ما شاء الله عقليات علميه، يبقى مشروع قومي للبحث العلمي. هنتكلم عن النقطه دي وما ينقص وزاره الداخليه. لكن ما فهم انه ما يخرج عن هذا المجلس هو ملزم لكافه الاجهزه ولكافه المؤسسات. هو اذا ما كانش كده هيبقى كرتوني، يبقى ملوش لازمه توصيات وقرارات وما تنفذش. لا، انا ده لازم يبقى كده طبعا ان شاء الله، يعني انا متاكد من كده. لازم هيبقى طبعا قراراته ملزمه، وهيبقى في عمق في الدراسه وتعاون مشترك. دعنا يعني خلينا نسيب المصالح الشخصيه والاراء السياسيه جانبا. دلوقتي احنا بنراهن على الوطن. تطبيق حالة الطوارئ أو تطبيق قانون الطوارئ، حالة الطوارئ والدعوة إلى تكوين هذا المجلس. لماذا الآن؟ لماذا لم يتم بعد حادث كنيسة البطرسية؟ هل في حاجات إحنا مش شايفينها؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا، يعني مش كل حاجة، يعني في معلومات استخباراتية دي اللي دعت السيد الرئيس لإعلان حالة الطوارئ. الأجهزة الأمنية وأجهزة المعلومات بالتحديد لديها معلومات. لما السيد وزير الخارجيه يعلن يقول انا هبدا اكلم الراي العام وابدا اوجه لهم ادله اتهام لبعض اجهزه مخابرات لدول معينه، لا في معلومات، اكيد في معلومات وفي دعم لوجستي. يعني ايه المقصود بيه؟ يعني انا قلت لحضرتك ان تاني يوم تقريبا في سيناء، تاني يوم حادثه الكنيسه، من سيناء طلع صاروخ اتضرب على اسرائيل. هو صاروخ ما عملش حاجه، يعني يمكن ما حدش حس بيه الاطلاق. طب ايه المغزى من كده؟ كل دي علامات. يعني طبعا عندنا الاجهزه الامنيه بتحلل هذه المعلومات ولديها معلومات استخباراتيه دعت السيد رئيس الجمهوريه الى اعلان حاله الطوارئ. لكن الامر لم يكن مستلزم اجراء او اخذ هذه الاجراءات بعد حادث كنيسه البطرسيه اللي هو منذ عده اشهر. هي يعني انا وحضرتك او الساده المشاهدين ما نقدرش نقول الكلام ده لان ما عندناش معلومات كافيه. انا بسال عشان كده. اكيد طبعا في معلومات، يعني هو طبعا السيد الرئيس كان ممكن يعلنها من بعد الكنيسه البطرسيه في العباسيه، كان ممكن يعلن هذه الحاله، بس اكيد المعلومات اللي توفرت حاليا والادله الدامغه لدى اجهزه المعلومات هي اللي ادت الى هذا الشان او هذا الامر واعلان حاله الطوارئ. طبعا احنا شفنا شجاعة وبسالة ضباط الشرطة، لكن خلينا نطرح رأي ما بين الناس، وهو انه كان في ثغرات. ايه الثغرات اللي حضرتك شايفها؟ لا يوجد جهاز امن في العالم يمكن معالجتها في الفترة انا هقول لحضرتك هنتكلم فيها دي. لا يوجد جهاز امن في العالم يقدر يمنع الجريمه بشكل 100%. والا كانت الدول المتقدمه كلها، فرنسا حصل فيها، امريكا، المانيا، كل الدول بيحصل فيها، روسيا كلها بيحصل، مع انهم عندهم اجهزه وقدرات تكنولوجيه عاليه جدا. احنا محتاجين، انا يمكن طلعت مع حضرتك قبل كده واتكلمت، احنا ما زلنا محتاجين دعم للاجهزه الامنيه. لازم هناك دعم لوجستي ودعم عددي. تصوري ان الاعداد الموجوده في وزاره الداخليه غير كافيه بالمره للظروف الراهنه اللي احنا فيها. هقول لحضرتك مثال، كل العلماء او كل المختصين
والخبراء في المجال الامن والحراسه المنشآت الهامه والشخصيات الهامه بيقولوا لا يمكن لاي فرد يقف في مكان خدمه اكثر من 4 ساعات. انا حضرتك يعني للاسف عندنا ده ما بيطبقش، بيقف 8 و10 و12 ساعه، تركيزه هيروح فين؟ لو خدنا نموذج بسيط لحادثه طنطا، هنقارن بين طنطا، كنيسه طنطا وكنيسه المرقسيه في اسكندريه. طنطا قدر انه يوصل لغايه الهيكل اللي هو المكان اللي بيقام فيه قداس اخواننا المسيحيين. طب جه منين وراح فين وعدى على كام فرد امن؟ في خطا حصل. خلينا برضه عشان ايه نبقى يعني نعترف في خطا حصل. الخطأ هنا فين؟ هل نقص الأجهزة اللي بتكشف إذا كان في متفجرات في حوالين الجسم ولا في ما هو جاي في شارع وماشي من انتقل من مكان تجهيزه. طالما الانتحاري عشان يوصل للمرحله دي بيمر بعده مراحل. من اول بقى الاستقطاب والتهميش والشحن المعنوي والتحفيز وانت رايح الجنه واهلك ما تقلقش منهم، كل ده بيمر. بس يوم ما بيحط الحزام الناسف، احنا بنسميها اتذخر يعني اتحط له الذخيره وخد اتجاهه، لازم هيبقى فيه وفيات. المراحل دي ما بتجيش في يوم وليله. جاب المواد المتفجره دي منين؟ مين اللي استقطبه؟ مين اللي غسل له دماغه؟ مين اللي فهمه كده؟ مين اللي جاب له المعدات واداله فلوس ومشاه عشان يمشي لغايه كده؟ دي بتمر بمراحل مش في يوم وليله، دي بتقعد فترات طويله. فدي طبعا نقص معلومات. انا بقول لحضرتك احنا فقدنا بعد ثوره 25 يناير عقليات وخبرات تراكميه من اجهزه الامن وامن الدوله بالذات ناقصه. بس الموجودين انا لا شك في موجودين كلهم يعني بيبذلوا اقصى ما انفسهم. كل يوم في ضربات امنيه استباقيه. كل يوم تسمعي تم ضبط تصفيه ارهابيين، الجيش في سيناء بيشتغل، الامن بيشتغل في الدلتا، الامن الوطني، يعني في شغل. بس هو موضوع المخطط كبير، الناس مش متخيله قد ايه المخطط الموجود اللي بيحاك بمصر. الموضوع احنا فعلا في حاله حرب، لازم الناس تعي هذا الموضوع تماما. حضرتك ذكرت محتاجين اجهزه لوجستيه طبعا. تطويع العلم لخدمه المجتمع ده شيء اساسي. اذا كان العلم مش هيخدم المجتمع وقضايا المجتمع، يبقى بقى مجرد ورق بيتحط في المكاتب وناس بتحفظ وتروح تدش. لو اتعمل مشروع قومي من كل اللي طلبت الكليات العمليه زي الهندسه والفيزياء انا اعتقد انه ممكن يوصلوا لحل، وهيوصلوا لحل سريع جدا. كان في مشكله في الشركات المحمول، مشكله عالميه. انا سمعت ان اللي حلها مهندس مصري في قريه ذكيه، كان قريب الكلام ده من اقل من اسبوع. فاحنا عندنا العقليات بس نديله الامكانيات. لازم نعرف ونركز يبقى مشروع قومي للثوره العلميه والتقنيات اللي محتاجها جهاز الامن. لازم دي تبقى في اولويات المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب والتطرف. وزياده الاعداد اكيد. اكيد انا مش ممكن يعني انا اجيب حد خدمه اوقفه 12 ساعه. هو جاي من بيتهم امتى؟ فرد الشرطه اللي بيجي ده اللي هو المفروض اول حاله الشباب فيه، واحد بيتلفت يمين شمال، واحد غريب عن المنطقه، بجانب طبعا وعي الناس. بس انا بتكلم على دور الجهاز الامن. ده بيطلع من بيتهم الساعه 5 الفجر عشان يجي خدمه الساعه 7 الصبح، ومعظمهم من الاقاليم. تعب مواصلات بقى مش هنتكلم في المكان ده، بيجي بيقعد لغايه مثلا نهايه خدمته بتلاقيه مطبق تقريبا 12 او 14 ساعه. هو بيشتغل 8 ساعات بس واقعيا عمل لا بقى له 12 ساعه صاحي، ومفروض انه يركز ويشتبه في الظروف الامنيه اللي احنا فيها دي. لا دي غير كافيه. الإرهاب ليس ضد دولة واحدة وإنما هو ضد العالم كله. دي كانت كلمة قنصل الصين في الإسكندرية. بعد هذا الحدث لو تكلمنا عن أهمية التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب. الإرهاب جريمة عابرة للحدود، وممكن يكون بيتنسق لها في مكان، بتتمول من مكان تاني، بتتنافس في مكان ثالث. فاذا كانش في تعاون بين الاجهزه المعلوماتيه، ومن زمان كانت مصر من اول الدول اللي بتنادي للتعاون لمكافحه الارهاب من فتره طويله. بس للاسف اللي احنا شايفينه ان يعني التعاون ده بيكون صوري او مغرض لحاجه معينه. كل دوله يعني بتدور على مصالحها. يعني اللي بيحصل في سوريا ده ايه؟ انا اعتقادي ان ده يعني الحرب البارده ما انتهتش، دي بالعكس ابتدت تاني. كل فصيل بيدعموا قوة عظمى لصراع على مصالح خاصة بيهم. حرب بالوكالة ولها أهداف وسياسات. كل دولة لها سياسة عايزة تنفذها.
الوضع اذا كانش يعني يعني إذا كانش فعلا هيبقى في مصر تعاون. بتحارب لوحدها. بتحارب لوحدها، احنا بالظبط بتحارب من كل حته، داخليا خارجيا، اقتصاد. بالمناسبه الاقتصاد، تسمحي لي بس ارجع اتفضل. لحاجه، حاله الطوارئ. انا كنت اتمنى واتمنى من اللجان اللي هتكون مشرفه على هذه مكافحه الارهاب، ان برضه ضبط الشارع، ضبط السوق المصري، الغش التجاري، الفساد، تكون من هذه من ضمن الاشياء اللي يشتغلوا عليها، لان دي شكل اخر من الارهاب. حاله السوق وحاله الاسعار الجنونيه واحتكار السلع والغش التجاري. حضرتك لما تلاقي ناس بتاثر على الصحه العالميه للناس المواطنين، المواطن الغلبان، فده لازم من ضمن الحالات اللي هي يتعامل عليها فرض حالات الطوارئ. احنا كان معانا خبر في الاخبار السريعه بيقول اتحاد الصناعات بيصرح ويقول 40% تراجع في حركه الشراء والرقابه هي الحل. واحنا بننادي احنا بننادي بالرقابه، لكن احنا محتارين، يا سوق مفتوح، يا سوق حر، اقتصاد حر، او اقتصاد مغلق، تسعير جبري، ولا سيب سياسه السوق، العرض والطلب. احنا محتارين، يعني في تخبط في القرارات الاقتصاديه، ولازم الدوله تنتبه لذلك، ولازم الناس برضو التجار الكبار والمستوردين يعوا الكلام ده. لان طبعا انت يعني ما فيش حد فينا او كل الناس بتشتكي من الاسعار بكل طبقاتها، حتى الطبقه المتوسطه، الطبقه الغنيه، كله بيشتكي. الطبقه الفقيره طبعا ربنا يكون في عونها. فاحنا لازم، انا اطالب من خلال برنامج حضرتك ان تبقى الرقابه ايضا، او فرض حالات الطوارئ، حاله القانون الطوارئ يطبق على الغش التجاري وضبط الاسواق والاحتكار والفساد، حالات الفساد اللي موجوده، ضبط الشارع المصري، ضبط المرور. فرصه هي 3 شهور، ممكن ربنا يا رب ما يخلينا نوصل ل3 شهور تانيين ونكون عدينا من الازمه دي في خلال 3 شهور الاولانيه. بس لازم الاجهزه اللي هتكون معنيه بهذا المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب لازم تضع في حسبانها استراتيجيه لهذه المواقف، ولا تتعامل على موضوع ارهاب فقط ناحيه امنيه، فكر كل حاجه، فكر، استراتيجيه، دراسه سيكولوجيه من اول التعليم نفسه، مناهج التعليم، الخطاب الديني اللي هو كل شويه عايزين نعدل الخطاب الديني. بس برضه انا كنت ولا يحدث تقدم في الخطاب حقيقه الديني. حقيقه. اول امبارح كان تقريبا كان في كبار العلماء في الازهر كانوا بيناقشوا قضايا مهمه جدا، منها الحاكميه والجهاد والفريضه الغائبه، اللي هي الحاجات اللي دايما بتصير الفهم الخاطئ للتكفير اللي بيربوا عليه. بيتناقشوا فيها. اتمنى بقى ان يبقى مجال النشر اوسع. ما هو هم بيتناقشوا في مؤتمرات مؤتمر لا تعلن للناس، لكن كيفيه ايصال هذه الرساله للنجوع، للقرى، للمواطنين العاديين اللي بيتم استقطابهم، اللي سهل يتم استقطابهم. القوافل اللي هي بتحصل لازم تكون لها فعاله اكتر من كده. انا كنت بنتكلم عن هنا لما يحصل فيها 28، لما يكون فيها 28 حاله تقريبا كلهم من مراكز قريبه من بعض، لا في مشكله. لازم نحط ايدينا عليها، لازم كل الخبراء ما نرميش كل حاجه على الامن. ايه المشكله ممكن تكون؟ اشمعنى هنا بالذات يعني؟ انا يعني افسرها الناحيه الاقتصاديه اولا، التعليم، التهميش، الصحه من الصغر. الناس دي يعني الارهابي عشان نبقى كلنا عارفين ما بيبقاش يوم وليله ارهابي، بيمر بعده مراحل، اهمها الفقر والتهميش، ومش كلهم بيبقوا فقر، بس حاسس ان هو ملوش دور في المجتمع. مفيش ثقافه دينيه صحيحه، مفيش وعي باصول الدين الاسلامي السامح. احنا عندنا بيكونوا فريسه للاستقطاب بسهوله جدا، بسهوله جدا، بسهوله جدا، بسهوله جدا بيتم استقطابهم. لكن خلينا لا نغفل ان في فئه بتروح للتفكير الجهادي، وهي بتكون متعلمه، يعني في اطباء بيكون مستواها الاجتماعي والاقتصادي كويس. يعني هنا الاسباب بتختلف. هو ممكن العامل الاقتصادي مش هو لوحده، بيبقى لوحده، بس في فرق بين ان هو متعلم وان هو مثقف وفاهم. هو مش كل متعلم حضرتك عارفه مش مثقف يعني. ممكن انا متعلم على نهج معين، في دماغي فكره معينه من صغري موجوده فيا، انا كبرت وهي كبرت معايا، بتيجي مرحله معينه لازم انفذها. فهو محتاج معالجه يعني سيكولوجيه، نفسيه، اجتماعيه، اقتصاديه، تعليميه. طبعا دي اساسي. المناهج التعليم بتاعتنا رايحه فين؟ هتودينا لفين بعد كده؟ لازم يبقى نظره. وانا يمكن حضرتك برضه في برنامج معاكي وانا محتاجين ثوره في التعليم. ولازم العلم يتطوع لخدمه قضايا الوطن.
مشاكل الاقتصاد، مشاكل قضايا التحرش، كل دي محتاجه شغل. اتمنى ان اللجنه دي هيكون عليها عبء كبير جدا، او اللجان اللي هي المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب هيكون عليها عبء كبير جدا، واتمنى ان تكون لها صلاحيات بحيث ان يكون لها في تولز يقدروا ينفذوا بيه الاستراتيجيه اللي هيوصلوا لها. وتكون مستمره، يعني مش شرط بعد 3 اشهر، لا دي لازم تحط لها على لونج تايم، يبقى لها خطه بتتعامل معاها، خطه متوسطه، خطه بعيده المدى، متابعه للي بيحصل، متابعه للقرارات اللي خدوها، ايه اللي اتنفذ منها واللي ما اتنفذش ليه. يعني دي محتاجه شغل جامد، وربنا يوفقهم يا رب، يعني لان احنا محتاجينه فعلا اشد الحاجه في المجلس ده، ويكون فعلا عمله جد، وليه آلية ان هو يشتغل وينفذ. نرجع مرة تانية ونتكلم عن المواطنين المدنيين، دورهم ايه في مكافحة الارهاب؟ لو اتكلمنا على الاسر، لو اتكلمنا عن اولياء الامور. الناس اللي هم بتوع هنا دولت، انا متاكد يعني اذا كان يعني فين اهاليهم منهم؟ فين دور البيت؟ فين دور الاب؟ فين دور الام؟ مش من دلوقتي، من الصغر. راح مع مين؟ جه مع مين؟ بيقعد مع مين؟ بيقرا ايه؟ بيخش على موقع ايه على النت؟ احنا للاسف الظروف الاقتصاديه خلت تراجعت دور الاسره. الاب والام لا، مش هم اللي كانوا زمان يعني، لا دلوقتي الموضوع اتغير، لازم يرجع دور الاسره تاني، ولازم نهتم باولادنا من الصغر وتنشئتهم على مبادئ صح، وتعليمهم الاصول الصحيحه للدين الاسلامي. ما نسيبش الموضوع كده للسوشيال ميديا، او نسيبها للتوك شو. ممكن يعني احنا في حرب فعلا زي ما اتكلمنا قبل كده، حرب اعلاميه. برضو من ضمن الاجهزه اللي موجوده اللي اتمنى تكون موجوده في هذا المجلس، لازم الاعلام يبقى له دور كبير جدا، كتاب السيناريو لازم يبقى لهم دور كبير جدا. احنا بنتعلق جدا بالميديا وبالافلام والمسلسلات، لازم يبقى موجهه بقى زي ما في حرب اعلاميه، احنا نعمل دفاع اعلامي من نفسنا احنا، ومثقفين الدوله يقعدوا، واحنا عندنا كتير ناس ممكن يكتبوا وممكن يقولوا وممكن يوصلوا عمل فني، لان بيتعلق اكتر ما بتيجي تقراه. لما اجي اقرا حاجه غير ما اشوفها مسلسل او فيلم، بيبقى تعلق الافلام بيها. كمان في الفترة الأخيرة بقت مشبعة بالمشاهد العنيفة، كلها عنيفه وكلها غير هادفه. واذا كان الهدف منها حاجه بسيطه، بتبقى لك جزء صغير جدا، مشهد بسيط جدا، لكن الاغلبيه الهيرو والبطل هو اللي بيقتل وبيسرق وبيقتحم كمين الشرطه وبيضحك عليهم وبيجري. ده غلط. ده اللي احنا فيه دلوقتي، ده اللي وصلنا. صفحات التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، بيبقى فيها كتير من الصفحات مش كتير، خلينا نقول عدد من الصفحات الموجهة بتبقى بترد فيها عدد من المعلومات ربما تكون دينية غير صحيحة. بتوجه كلمتك دلوقتي للشباب، لأولياء الأمور اللي بيتصفحوا هذه الصفحات. المفروض ان هو لما يقرأ معلومة المفروض ان هو يرجع لمين؟ لازم يأصل المعلومة، لازم يأصل المعلومة مصدرها مين. يعني حتى لو حديث او اي، لازم يرجع للاصل. مين اللي روى دي؟ مين اللي روى الحديث ده؟ عن مين؟ لازم كانت روايته صحيحة اهلا وسهلا بيه، لكن لو كان رواية مغلوطة او منقوصة او غير مؤكدة لازم يبعد عنها طبعا. ودي هتكون دي اساسي في التعليم، يعني دي من الصغر، من اطفالنا والنشء الصغير من مرحله الابتدائي لازم يتعلموا الكلام ده، ان هو يستقي معلوماته منين، يسمع لمين وما يقولش ازاي اعرف انا النص اللي قدامي ده ان هو ممكن فيه تشبيه او تحريف او حاجه زي كده. وطبعا بجانب دور الازهر، ودور الازهر لازم يبقى يعني يبقى فيه استراتيجيه لتفهيم وتنوير الديني المطلوب. في الفترة الأخيرة ظهر عدد من الصفحات الغريبة، اندر جراوند، حضرتك تقصد على الاندر جراوند اللي بتدعو للإلحاد والكفر. على ما أعتقد أن هذه الصفحات قعدت فترة من الوقت لغاية لما تم الانتباه ليها وتم غلقها. هو الشبكات العنقودية يعني عشان حضرتك يعني تقدر يبقى فيها كنترول عليها 100% صعبة، مش سهلة. كل ثانية أو فيمتو ثانية بيطلع خبر يعني، بس لما بتشتهر والناس بتتكلم عنها، وده دورنا احنا برضه كالناس اذا كان بتعمل على السوشيال ميديا، لما الاقي حاجه زي كده نبلغ بس الانترنت. هو في صفحه رسميه لجهاز الشرطه المصريه على التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفي الارقام الابلاغ بالظبط. يعني انا بناشد اي حد من الساده المشاهدين شاف خبر او شاف رموز او طلاسم زي الاندر جراوند، العميل رقم 9، شكرا للعميل، كل هذه شفرات يعني ودعوات مريبه كلها، لازم يبلغ على طول مباحث الانترنت.
يتعاقبوها ويشوفوها. من ضمن حالات الطوارئ ان منحت للرئيس الجمهوريه او من يفوضه تتبع هذه الصفحات وغلقها، حتى الصحف المجلات اللي بتدعو للتحريض، وبتاخد معاهم اجراء قانوني حاسم وفيها سجن. فالواتساب، الفيسبوك، تويتر، كل الحاجات دي يعني داخله في نطاق حاله الطوارئ. كل كلامنا سياده اللواء لغايه دلوقتي عن المقاومه، يعني احنا بنقاوم ان الشباب او النشء ان هو يتجه الى هذا الاتجاه، لكن ماذا عن العناصر خلاص اللي اصبحت بالفعل ارهابيه، اصبحت بالفعل اجراميه؟ لو لم يتم لو لم يتم مساعده الاهالي والمحيطين بيهم لاجهزه الامن والمعلومات في تحديد شخصيه هؤلاء، لان دول خلاص ده راحوا الطريق وان واي مش راجعين تاني. اللي بيوصل لحاجه زي كده المرحله دي صعب انك ترجعي تاني. كان زمان في التسعينات، قبل التسعينات، كان بيحصل بعض علماء الدين وعلماء علم النفس كان بيحصل مراجعات للناس الموجودين في السجون. انا اتمنى دي ترجع تاني. بالظبط. انا اتمنى دي ترجع تاني. موجوده بس مش بالشكل لان التنظيمات نفسها منشقه. تسمعي النصره، تسمعي داعش، الاثنين بيحاربوا، تسمعي قاعده، كل حاجه ليهم اتجاهات. هي مسميات، هي مسميات كلها. الايديولوجيه الاساسيه هي واحده. الايديولوجيه كلها هي الجهاديه، النظريه الجهاديه والحاكميه والخلافه، دوله الخلافه، هي دي اللي بيرجعوا لها، بس بيختلفوا ممكن في الاسلوب وساعات بيتقاتلوا مع بعض. يعني في سوريا النصره مع تنظيم الدوله بيبقى في صراعات بينهم، صراعات مسلحه. ده موالي مش عارف مين وده موالي للقاعده، يعني برضه ليهم صراع. بس انا اتمنى من يكون من احدى توصيات المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب والتطرف يكون لازم يحصل مراجعات للناس الموجودين في السجون. ولازم يتناقشوا معاهم تاني، لان الفكر لا يواجه الا الفكر بدايه. في يعني ما بلاش نحمل كل حاجه على جهاز الامن، مش هينفع. مش هينفع جهاز الامن لوحده، مش هيقدر. لا، مشكله الارهاب لا تحل بالامن فقط. بالظبط، انت عندك عوامل كثيره جدا. انا نشوف سبب مسبباتها ايه. المسببات الاصليه ما نجيش من الحاجات الهامشيه واتكلم فيها، من الاصليه، من اول زي ما قلت لحضرتك، من التعليم، من القريه، من النجع. لازم تدرس هذه المسائل، ولازم يبقى لها استراتيجيه لحلها. اذا ما تمت ما يطلق عليها المراجعات، هل ده بيعتبر نوع من شق صفهم هم، بحيث ان لو في زمايل تانية شافوهم ان في ناس تراجعت عن هذا الطريق فبالتالي العقد هينفرد؟ حضرتك اللي قلتيه ده هو ده اللي حصل في اواخر الثمانينات والتسعينات. وهم حتى نبذوا اياميها، نبذوا العنف وطلعوا فتوى انه لا يجوز الخروج عن الحاكم. من بعد كانوا بيحاربوا الحاكم، هم اللي طلعوا نفسهم فتوى اللي جوه السجون، وامتثل بيها البعض منهم. امتثل بيها البعض. لازم المراجعه دي تتم تاني بشكل اخر، يعني باسلوب ثقافي وعلى ناس عندها وعي عالي من الثقافه الدينيه والحجه والادله والبراهين. لازم يقعدوا وحتى هيعرفوا هم وصلوا كده ازاي. ما انت عشان تعرفي الدواء لازم نعرف الدواء الاول جه منين. فلازم الناس دي يتقعد معاهم تاني والشاف مش قاعده ان هي مصالحه، ده هم بيقضوا عقوبه في السجن، بس لازم احنا عشان نعرف بالقانون. بالقانون عادي. هو ما اعتقدش ان وزاره التربيه هتمنع حاجه زي كده. وممكن ده ممكن تكون دي احد التوصيات اللي ان شاء الله المجلس ده هيقرها عشان نوصل للعله فين بالظبط، ونحط ايدينا عليهم فين. لان هو موضوع الغنى، الفقر والغنى مش هو لوحده. الجهل والعلم مش هو لوحده. بنشوف حاجات. بس انا لفت نظري حاجه تسمح لي حضرتك اتكلم فيها في العمليتين بتوع الاخرين، طنطا واسكندريه. لو حضرتك ركزتي على الشكل او السن بتاعهم، واضح ان هم الجيل الثاني من العناصر الارهابيه. كان دايما العمليات الانتحاريه بيحصل فيها ايه؟ 18 19 20 سنه. دلوقتي مواليد الثمانينات تقريبا، عدوا 30. فده يدينا يعني لازم نحلل الموضوع ده. الموضوع ده محتاج تحليل، واكيد اجهزه الامن هتقدر تحله. من وجهه نظر حضرتك ايه ستة؟ من وجهه نظري ان هم فقدوا الجيل الاول بتاعهم. وان هذه العناصر من كتر الضربات الامنيه الاستباقيه اللي حصلت لهم في سيناء وفي المناطق الحدوديه وفي اسيوط، بداوا. هو عرف خلاص، هو عرف ان هو هيموت، هيتقدم العداله وهيقام، يعني خلاص هيتعدم. فبدا يوصل المرحله دي ان هو كده ميت، اعمل عمليه استشهاديه، ودي خطيره جدا. هو ده عشان كده يعني ستر ربنا في اسكندريه ما دخلش جوه. طنطا قدر يوصل جوه، كانت ضحايا اكتر شويه. فده اكيد اجهزه الامن هتحلل هذه المدلولات. انا اعتقد ان هو قدرتهم او الجيل الاول اللي كان هم اللي بيغيبوا عقلهم وبيخلوهم يروحوا يعملوا عمليات انتحاريه، اعتقد ان دي قلت شويه. وان ده الجيل الوسط بتاعهم.
ده جيل الوسط. كلهم في الثلاثينات وفوق. العناصر اللي بيبقى مشتبه فيها وبيروحوا يسافروا مناطق ويلفوا في دول يشتبه او يشك فيها ان هي فيها قواعد للجماعات التكفيريه، ويرجعوا مصر تاني تحت اي مسمى، يعني ساب الشغل، عقده انتهى، ازاي بيتم التعامل معه؟ يعني هل بيتركوا يجول ويصولوا في الشوارع ولا؟ لا، هو يعني هو لو خرج، لو دخل مصر عن طريق احدى المنافذ الشرعيه، يعني ميناء، المطار، لا، اجهزه الامن وبتتابع تحركاته، كان فين بره وعملت ايه بره، لا، بيتم استجوابه طبعا. لكن لو دخل وبعد الاستجواب بيتم ايه يعني؟ لا، لو في مدان في حاجه مش هيخش السجن. حضرتك تقصدي الكلمه اللي اتنشرت اللي هي بتاعت الكويت ومش عارف ايه؟ لا، ما اعتقدش الكلام ده صحيح. يعني ما حدش من الاجهزه الامنيه او القضائيه اعلن بحاجه زي كده. بس دي منشورة على لسان مصادر أمنية في جريدة القبسة الكويتية. ايوه، كويتيه، انا بقول لحضرتك كويتيه. لكن حضرتك عشان تقولي لي ان واحد جاي من بره منتمي لتنظيم ارهابي ودوله استبعدته وجاب مصر، وجات مصر اجهزه امنيه قالوا شكرا مع السلامه، لا، مستحيل. مش صحيح. لا، ما اعتقدش، مستحيل. أنا بشكرك شكرا جزيلا. بنشكر سيادة اللواء عصام عمران الخبير الأمني. بنأتي إلى ختام لقاءنا وأيضا ختام حلقتنا من الإسكندرية مباشرة، على وعد أن نلتقي بإذن الله يوم الجمعة القادمة، إلى أن نلتقي لكم منا أرقى التحيات.